السلام عليكم. دي ملوخية مش من سوبر ماركت، لا، انا جايباها ومخزناها وهخزنها ان شاء الله تقعد معايا للسنة باذن الله، يدينا طول العمر كده وليكوا ولينا يا رب. وهوريكم يا بنات هنعملها ازاي زي بتاعه سوبر ماركت بالظبط، وهنخزنها ازاي. الملوخية دلوقتي رخيصة جدا في السوق ب5 جنيه. يعني يا بنات لو جبت لكم 2 كيلو او بالحزمة او كده هتعرفوا تشيلوا حبة كويسين. بصوا يا بنات، يلا بقى نوريكم بقى عشان بنقصر معاكم في الفيديو كده. يلا اوريكم هنخزن الملوخيه اللي زي بتاعه سوبر ماركت الخضرا اللي انتم شايفينها دي يا بنات. بصوا خضرا ازاي وحلوه ازاي اهي. بصوا يا بنات، بصوا يا بنات ما شاء الله. بصوا اهو. هنوريكم بقى هنعملها ازاي عشان تتخزن، وايه هو الحاجه اللي هتخليها تقعد معانا للسنه وهتخليها باللون دوت والخضار ده. هنوريكم ايه هو يا بنات. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه يا بنات؟ ازيكم يا اصحابي، ازيكم يا اخواتي؟ انا النهارده بتعملي ايه يا غدوه؟ هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم ملوخيه. يعني ركزي يا غدوه. هخزنها زي بتاعه السوبر ماركت بالظبط، وهوريكم يا بنات هنعملها ازاي. انا غسلاها، انا جبت كميه كده ب15 جنيه اهو يا بنات. غسلتها كويس قوي 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 قوي، صفيتها قوي 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 قوي. عشان ايه؟ لازم تتصفى. وغسلتها مره واثنين وثلاثه علشان بتبقى فيها طينه. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا بنات، ان انا ما رضيتش اوريكم غسيلها ازاي. طبعا انتوا كلكم شطار وحلوين وامامير وتعرفوا تغسلوا الحاجه. مره واثنين وثلاثه يا بنات، ونقعتها وغسلتها، وفي الاخر خالص صفيتها. وانا بحطها في المصفى فتحت عليها الحنفيه تاني، وبعد كده خليتها تتصفى. تعالوا بقى يا بنات عشان ما نطولش عليكم الفيديو، هنوريكم هتتعمل ازاي وتتخزن ازاي زي بتاعت المحلات. يلا يلا بينا يلا بينا يا بنات. اهي معانا ميه مغليه اهي، مش هنسويها، لا احنا هوريكم هنعملها في ايه. وادي معانا ميه بتلج، ومعانا ايه كمان يا بنات؟ الحاجه اللي هتحفظها لنا بقى في التلاجة من السنه للسنه، معلقه سكر اهي يا بنات. معلقه السكر اهي اهي، بس فقط لا غير. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات، اللهم صل على النبي سيدنا محمد رسول الله، ونحط الملوخيه فيه. بسم الله معلقه السكر دي يا بنات هتخليها تحافظ على الخضار بتاعها، مش هتخليها ان هي ايه تبقى سودة ولا اي حاجه. فضينا كده كل اللي معانا يا بنات اهو. هنعمل ايه بقى؟ نقول بسم الله. هناخدها تقليبه كده بس يا بنات اهي. بصوا تقليبه كده بس، خلاص كده. بصوا الخضار بسم الله ما شاء الله من السكر، وهتفضل كده لحد لما تيجي تعمليها من اولها لحد لما تعمليها كده زي اللون ده بالظبط. نطفي بقى على النار يا بنات ونحطها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نصفيها كده ونحطها في الميه الساقعه. هنديها صدمه. الصدمه دي يا بنات بقى اللي هتخليها تحافظ ايه على الخضار. بصوا يا بنات بقى هنجيب الخلاط احنا كده. بصوا هنصفيها خالص من الميه الساقعه من الصدمه اللي احنا اديناها لها اهي. هنحطها فين يا بنات؟ في الخلاط. انا بصور بايد يا بنات وبعمل بايد ماسكه يعني الموبايل بايديا. بصوا بقى معايا ايه يا بنات بقى؟ دي شوربه يعني عشان بس تشغلي الخلاط وهتخلي اللون اكني لسه رايحه تعمليها. دي شوربه اهي. بصي حاجه بسيطه جدا يا بنات بس اهي. وهنحطها بقى في الخلاط ونوريكم اهو يا حبايبي. الخلاط اهو انا حطيته في الخلاط. بسم الله عشان الضوضاء بس يا بنات. بصوا مش هنفرم قوي يا بنات. بصوا كده كده. هنخلص بقى يا بنات ونوريها لكم اهو يا حبايبي. بصوا بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله الخضار اهي اهو يا بنات. نحط بقى في الكياس زي ما انتوا عايزين. اعملوا الوجبه بوجبتها زي ما انا هعمل كده. بصوا يا بنات انا عامله على القد يعني، بس كل ما باجي انزل بجيب حزمتين 3 كده
على قد وضعكم كده يا بنات، عشان انا مخلياها تقيله مش مخلياها خفيفه. هي طبيعي يا بنات الملوخيه يعني يعتبر يوم بتتاكل، يوم ما بتباتش في التلاجة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الخضار بتاعها ازاي، شايفين يا بنات؟ ولا السوبر ماركت اهو. يا بنات انا عملتهم طلعوا كيسين، بس انا تقيله، دي تقيله علشان لما هنيجي نعملها هتبقى طبعا هتزداد شوربه. انا ما حاولتش ان اكتر في الشوربه عشان تتفرم بس في الخلاط. واللي في الطبق ده يا بنات هنعمله النهارده ان شاء الله، هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. اهو يا بنات اهو. انا كل ما بنزل بجيب حبه، كل ما بنزل بجيب حبه. ان شاء الله انتوا اعملوا كده برضو وهتلاقوا عندكم كميه جامده. يلا يا باي باي يا حبايبي يا حبايبي، قولوا لي رايكم ايه بقى في تخزين الملوخيه اللي زي بتاعه سوبر ماركت بالظبط. بالظبط اهو. والخضار اهو يا بنات، واديكم شايفين الخضار عامل ازاي. يلا يا بنات كلمه حلوه بقى ولايك، عشان اللايك برضو بيرفع الفيديو يا بنات، كل مره اقول لكم كده. يلا باي باي، سلام.